السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ال microbial evasion of innate immunity. قالك إن في ميكروب ليها strategies معينة عشان خاطر evade من ال innate immune defense، وده بيديها القدرة إن هي infect وتعمل colonized في الهوست. تمام. والميكانيزم بتاع الميكروب ده قالك بيتارجت ال component من الامين ريسبونس زي الفاجوسايتوزيس، زي الروس والنيتروجين سبيشيز اللي موجودين في الفاجولايسوسوم، وزي الكومبلمنت بروتين، وزي التايب 1 انترفيرون ريسبونس. فمثلا اول حاجه قالك ال evasion of phagocytosis and intracellular destruction. قالك الفاجوسايتوزيس يعني extend around the microbe عشان خاطر يدخله في فاجوسوم، والفاجوسوم تفيوزد مع لايسوسوم عشان تدينا فاجولايسوسوم، عشان الانتي ميكروبيال اللي فيه سواء الرص او سواء النيتروجين اوكسين سبيشيز تديجريد الميكروب ده. قالك ده كله ما بيحصلش لو مثلا زي الستيريا مونوسايتوجينز، ده فاكولتيتيف انتراسيلولار بكتيريا. قالك ده بتحاول تنتج بروتين زي الستيريولايسين، الستيريولايسين او. البروتين ده بيعمل ايه؟ قالك على طول بيبريك داون الفاجوسومال ميمبرين. تمام. سواء النيتروفيل او المونوسا او الماكروفيجز، بيبريك داون الفاجوسومال ميمبرين بتاعه وبيخش في السيتوبلازم على طول. ما بيديش للفاجوسايت ده القدرة ان هو يخش على الفاجوسوم، بعد كده الفاجوسوم تفيوزد مع اللايسوسوم. تمام. لا، بيقوم داخل على طول على السيتوبلازم، ويقوم كولونايزد داخل السيتوبلازم. تمام. ليه؟ عشان السيتوبلازم اصلا ما فيهاش الانتي ميكروبيال زي الرياكتيف اوكسيجين سبيشيز، زي نيتريك اوكسايد. تمام. لان دول اصلا موجودين في الفاجولايسوسوم مش في السيتوبلازم، وبالتالي الميكروب اللي داخل السيتوبلازم بيكون له القدره ان هو آه يأكتيفيت. تمام. آه و enable to colonize داخل الهوست سيلز دي. تمام. طيب قالك برضو زي مايك بكتيريا، اللي هو زي المايكوبكتيريم tuberculosis. قالك ده في السيل وول بتاع بيكون فيه structure contain lipids. الليبيدز دي بتخش عادي في الفاجوسوم. تمام. في الفاجوسايت، ولكن بتيجي لما بيحصل فيوزد الفاجوسوم مع اللايسوسوم ما بيحصلش فيوزد، وبالتالي هي مش هتقدر توصل لمرحلة الفاجولايسوسوم عشان الانتي ميكروبيال تتفاعل معاه، فبي prevent exposure to lysosomal enzyme. تمام. طيب تاني حاجة قالك resistance to complement protein. في بعض الميكروبات السيل وول بتاعها بيكون يعني إلى حد ما specific ليها، زي مثلا ممكن يكون السيل وول بتاعها ممكن يكون بوليبيبتايد. تمام. فالاستراكشر بتاعه بيكون resist للكومبلمنت بروتين ان هي تتعرف عليه، وكونها ان هي تبايند عشان تعمل اوبسونايزد عليها. تمام. قالك كمان حتى لو دخلت المرحلة دي، قالك لما بتخش في مرحلة الممبرين اتاك كومبلكس عشان تعمل بور للممبرين بتاعها، قالك ريزيستنس اللايسيس ده. تمام. لان بيكون الاستراكشر زي ما قلنا من الممبرين بتاعها بيكون سبيسيفيك، ما بيكونش زي اي استراكشر، فبالتالي ما بيعرفش يخش في مرحلة الممبرين اتاك كومبلكس، وبالتالي ما بيعرفش يعمل بورز في الممبرين. فالبكتيريا او الميكروب عامة بيكمل شغله ان هو بيكلونايزد داخل السيل دي. تمام. قالك كمان في الفيروس افكت، قالك في evasions للتايب 1 interferon response. قالك الفيرال mechanisms. قالك بيجي الفيروس بيعمل انكود، بينتج انكود بروتين، بيعمل شفرة ل اكسبريس الانترفيرون ده. بيجي مثلا بينتج جين معين، الجين ده بيترجم لبروتين. البروتين ده بيكون شفرة للسيل اللي موجودة فيها
عشان تقول للانفكتد سيل ما تحاوليش تكسبريس الانترفيرون ده، ودي اشاره مني ليك. فما بيعرفش ما بيعرفش ينتج خالص او يكسبريس التاب 1 انترفيرون. تمام. طيب لو حصل اكسبريس التاب 1 انترفيرون في الساينال باث واي عشان خاطر يروح يرتبط بالانترفيرون ريسبتور، بتمنع، بتبلوك برضو الساينال باث واي عشان تريجر بالانترفيرون تاب 1 انترفيرون ريسبتور. تمام. عشان تخش في حالات اللي هي ايه، تبدا تقتل الفيروسز وتبدا تاكتيفيت الناتشرال كيرسر. تمام. جميل جدا. تمام. وده جدول بيبين لك ان الميكانيزم اوف اميون ايفيجن ازاي بيقدر يهرب، وبيهرب من ايه بالظبط. وزي مثلا بيديك مثال على الميكروب ده. تمام. والميكانيزم اللي بيحصل. تمام. ممكن تسكرين شوت وتبدأ تقرأه مع نفسك كده بعد ال 3 ميكانيزم اللي احنا قلناها، 3 examples اللي احنا قلناها. تمام. ان شاء الله تكون فيديو بسيط وتكون اكون قدرت اوضح لك كل حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.